ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا. يا رب يا رب ينعاد عليكم بالخير والصحة والستر. فيديو النهاردة بقى هو فيديو متأخر. انا عارفة ان هو متأخر، المفروض كنت نزلته من كام يوم، بس بصراحة ما كانش عندي وقت ان انا اعمل مونتاج. هو بصراحة فيديو خفيف جدا وسريع جدا جدا. هو هنعمل مع بعض شوية تجهيزات كده رمضان عشان خاطر تسهلي على نفسك ان انت تقفي في المطبخ كتير. هنقطع مع بعض كده القراصية والمشمشية والتانية، هحطهم كده في البرطمان ده زي ما انتوا شايفين بطريقة حلوة جدا، وقمر الدين وكمان المكسرات والبلح. وهنعمل مع بعض الشربات وهنشوف كده هنعمل ايه. تعالوا كده يلا بينا بسرعة بسرعة. انا زي ما انتوا شايفين كنت بقطع هنا المشمشية، لا التينية التينية واحنا قاعدين بناكل اصلا. وكمان رُحت جاية مقطّعة المشمشية، والقراصية دي كانت مخلية. باحب كده أروح جاية مقطّعاها، باحب أجيبها بصراحة مخلية. لو جايباها بحالها باحطها كده زي ما هي، لكن أنا كنت جايباها مخلية بقى لي كام سنة كده باجيبها مخلية بصراحة حلوة جدًا. باروح جاية بقى حاطة شوية من القراصية وشوية من المشمشية وشوية من التينية، وكمان باروح جاية حاطة كام واحدة كده من الزبيب، وباحط كمان جوز الهند. خلاص على كده باعمله طبقات، طبقات، بحيث إن أنا لمّا آجي أعمل آخد منه كده معلقتين والّا 3 وأروح جاية حاطاهم في قمر الدين، وخلاص الموضوع بيكون انتهى معايا كده. ما اقعدش بقى أقطّع كل شوية وآخد وقت من وقتي، وأصلًا وقت رمضان بيكون ضايع جدًا. تمام كده، يبقى ده أول حاجة عملناها مع بعض. تاني حاجة بقى هاعملها معاكم هي المكسرات. يالّا بينا ندخل على المطبخ ونشوف طريقتي في المكسرات. أنا بصراحة زي ما أنتم شايفين كده معايا لوز، معايا بندق، معايا سوداني، معايا فستق، ومعايا جوز اللي هو عين الجمل. باروح جاية فارمة المكسرات دي كلها مع بعض كده. باحبها مجروشة، ما باحبهاش إن هي تكون ناعمة أوي، باحبها مجروشة اللي هي تبان. يعني أنا باحب المكسرات بتاعتي تبقى باينة زي ما أنتم شايفين معايا كده. بعدين بقى باروح جاية حاطة عليها زبيب. باجيب كده الزبيب اللي هو الأحمر والزبيب المصري، وكمان باحط معلقتين كده من السكر، وكمان كيس من الفانيليا بيدّيها ريحة حلوة جدًا. نخلّي بالنا ما نزوّدش السكر لإن إحنا لسه هنحلّي الحاجة بتاعتنا. نقلّب بقى الكلام ده كلّه كويس جدًا مع بعض، ونحط كمان جوز الهند ما ننساش، لإن جوز الهند بصراحة بيفرق جدًا في المكسرات برضه. ونجيب بقى برطمان معقّم كده نضيفه حلو إزاز، ونروح جايين حاطين بقى المكسرات فيه كده. وأنا باحفظها في التلاجة، ممكن رمضان يخلص أصلًا وييجي رمضان اللي جاي، يعني أنا عندي مكسرات من السنة اللي فاتت. بصراحة مش بيحصل لها أي حاجة طالما أنتِ حافظاها كويس جدًا. ولو حسيتِ إن الكمية ممكن تبقى كتيرة معاكِ شوية، ممكن تاخديه مثلًا في الفريزر شوية. تمام كده. قمر الدين بقى زي ما أنتم شايفين باروح جاية مقطّعاه كده بالطول، وألفّه شرايح كده واحطه برضه في برطمان. باخد الواحدة بوحدتها، أنا باحطه في البرطمان كده وآخد الواحدة أبلّها وخلاص، ما اضطرش بقى إن أنا أقعد أقطع منه كل شوية. بالنسبة بقى للناس اللي بتشوف الصعوبة في البلح، أنا بصراحة باعمل الطريقة دي بتريحني كتير. هي متعبة برضه عايزة أقول لكم، بس يعني بتريحني كتير إن أنتِ ما تقعديش بقى كل يوم تقطّعي كده وتكسّري البلح. زي ما أنتم شايفين كده باروح جاية حاطة البلح بيبقى ناشف، وباروح جاية حاطاه بين كيسة كده، واروح جاية بالمدق بتاع البفتيك أو بشاكوش، وندق البلح وندق يعني على البلح. وبعدين بينكسر معانا بسهولة جدًا، وباحطه كده في مصفى أغربله، بحيث كل البقايا اللي بتنزل منه دي بتضايقنا في الأكل، فأنا ما باحبهاش. وبعدين بقى أروح جاية حاطاه في علبة بلاستيك زي ما أنتم شايفين كده، ونغطيها. بصوا يا جماعة البلح ده حلو جدًا. وباروح جاية عاملاه البلح ده باعمله باللبن بيبقى تحفة. هابقى أعمله معاكم إن شاء الله. بعدين يالّا بقى بينا ندخل كده ونشوف نعمل الشربات مع بعض. الطريقة دي بصراحة سهلة جدًا للناس اللي الشربات بيسكّر معاها. زي ما أنتم شايفين كده أنا هاخد كيلو من السكر. كنت هاعمل كيلو وربع، بس بصراحة قُلت كفاية كيلو واحد، ولو خلص نبقى نعمل تاني. وحطيت عليه كده إزازة الفيمتو دي حوالي 3 كوبايات. وبعدين باحطه على النار، وأول ما يغلي باروح جاية شايلة منه أي ريم بيطلع. وبعدين باروح جاية ضايفة له عصير ليمونة، وباحط له كمان معلقة عسل نحل. لو عندِك عسل جلوكوز بيفرق جدًا برضه في سمك الشربات بتاعِك. إحنا عايزين الشربات بتاعنا يكون تقيل، أنا مش عايزة الشربات يكون خفيف. باحط له كمان رشة بسيطة جدًا من الملح، بتفرق جدًا معايا في الطعم. وخلاص على كده أول ما يغلي بقى نسيبه يغلي حوالي 10 دقايق على النار. نحاول كده ما نتقلهوش أوي،
لإن كل ما هيتحط في التلاجة كل ما بيتقل معاكِ. عايزة أقول لكم أصلًا بُصّوا قوامه من قبل ما يتحط في التلاجة ومن قبل ما يبرد. حطّي له بقى في الآخر رشة فانيليا أو مَيّة ورد، بصراحة أنا كنت باعمل الاتنين، ممكن يعني برطمان أحط له فانيليا وبرطمان أحط له مَيّة ورد. مَيّة الورد بتخلّي برضه طعم وريحة الشربات حلو جدًا. وبكده أكون خلّصت معاكم فيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى تحطّوا لايك واشتراك في القناة.